مرحبا بكم. البطولة الإسبانية في انتظار نهاية نارية، 4 جولات قبل النهاية، صراع حديدي بين العملاقين ريال مدريد وبرشلونة بدون رحمة يا حبيبي، بدون رحمة. هذه اللحظات ملعب سانتياغو برنابيو يحتضن مباراة ريال مدريد وفالنسيا ضمن فعاليات الجولة 35 من الليغا. 78 نقطة للريال وكذلك لبرشلونة، مع مباراة منقوصة للميرينجي ضد سيلتا فيغو. يواجه هذه اللحظات فريق فالنسيا الثاني عشر برصيد 40 نقطة، والبعيد عن مناطق المنافسة الأوروبية، والبعيد كذلك عن مناطق الهبوط. الريال مشاهدينا الكرام سيلعب بحتمية الانتصار ولا شيء غير الانتصار، وعيونه بعد ذلك على الديربي مدينة برشلونة بين المستضيف اسبانيول والجار برشلونة. صراع لا يحتمل أدنى الأخطاء بين الريال والبارسا إلى غاية نهاية الدوري. نمر إلى استعراض تشكيلتي الفريقين، والبداية بفريق فالنسيا. حراسة المرمى لتياغو ألفيش، يمين الدفاع مارتين مونتويا، على اليسار توني ناتو، محور الدفاع إيزيكيل جاراي وإلياكيم مانجالا. ثنائي الارتكاز داني باريخو وكارلوس سولير. ثلاثي وسط الميدان منير الحدادي، اوريانا ولويس ناني، والمهاجم سانتي مينا باختيارات المدرب فورو سالفاريتش كاسيميرو وتوني كروس. وثلاثي الهجوم خميس رودريغيز كريم بنزيما والمدمر كريستيانو رونالدو. بداية المباراة في أجواء جماهيرية كالعادة بأرقام قياسية في ملعب سانتياغو برنابيو. أبرز الغيابات طبعا جارث بيل وكيبلر بيبي من جانب نادي الريال مدريد، بينما من جانب فرنسا أبرز الغائبين الهداف الإيطالي سيموني زازا بسبب الإيقاف بعد أن تعرض للورقة الصفراء. الخامس يلعب أدوار نهائية إلى غاية نهاية الدوري. يعرف أن إدارة الريال ربما، والكلام كرة جول غريبة. أي 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 نار نار نار. فالنسيا يبعث بأشد انذار. كرة راموس عكسية نارية، وكايلور نافاس بكل امتياز أمام سانتي مينا. سانتي مينا يبحث عن 7 أهداف. مارتين مونتويا، الورقة الكتالونية كذلك في الدفاعات لفرنسا. كرة في القائم الثاني كالبخال، كرة يتصدى لها دفاع فرنسا ولويس ناني وما يعدش. انتقادات كبيرة من بعض الملاحظين بالكرة الإسبانية على رونالدو، وأنه لم يعد يقدر على اختراق اللاعبين في المراوغات لأنه كان أكثر لاعب يراوغ. وهذا لويس ناني يحاول المرور، ناني يعدي يوسع بعد الكرة. كرة البرتغالي لويس ناني يمسان وجال مع أليكس فيرغسون ومانشستر يونايتد إلى جانب مواطنه منافسه الليلة كريستيانو رونالدو. لويس ناني قلنا مشاهدينا الكرام خيزوس جيل مانزارو حكم المباراة هذه، وكريم بنزيما 9 أهداف أساسي. هذه هي اختيارات زين الدين زيدان على مستوى رأس الحربة. تعدي الكرة من توني كروس، التصدي الدفاعي من سانتي مينا ولوكا مودريتش. كرة ممتازة للريال، يعدي كروس اللي وسع. كريم بنزيما ضاعت عليه الرأسية الذهبية. رونالدو يراوغ كريستيانو الرهيب، رونالدو العجيب يعدي ويوسع. رونالدو كريم بنزيما، منظومة رائعة برتغالية فرنسية. والنهاية الحراسة البرازيلية لتياغو ألفيش. كريستيانو رونالدو 32 عام، كليتيروس خامس رودريغيز. سانتي مينا يخليها للويس ناني البرتغالي، يعطي كرة خطيرة وجول. اي 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 اوريانا هفوة في محور الدفاع قاتلة في التمركز من ناتشو ومن راموس، واوريانا باليسار ترجع عكسية. وتوني كروس خميس رودريغيز، وهذه كرة كرام وتياغو ألفيش. التصويب من الفرنسي والحراسة برازيلية لتياغو ألفيش. تحت المطر أكيد مشاهدينا الكرام سيحلو السهر في هذا الملعب، ملعب سانتياغو برنابيو.
يريد تسهيل الامور التكتيكيه لزين زيدان، ولكن فالنسيا واقف مليح ورائعه الهروب. مارتشيلو يوسع وصول راموس متاخر. الهدف لن يتاخر ورقه صفراء على داني باريخو كابتن فالنسيا ورونالدو. اليفالا رونالدو 12 هدف في 14 مباراة ضد فالنسيا الصاروخية العابرة للقارات. يتقدم رونالدو، رهيبة هذه التسويبة لكنها فوق العارضة للحارس دياغو ألفيش. كريستيانو رونالدو 141 مباراة دولية مع المنتخب البرتغالي، 72 هدف، 261 هدف في الليغا. تكون لأغلى حارس في تاريخ الكرة العالمية 75 مليون يورو. والثاني باريخو اللي وسع عكسية وكايلور نافاس. كرة كانت من لوكا مودريتش. كايلور نافاس حارس دارة من خامس رودريغيز. توني كروس خامس يمشي خامس اليوزع غريبة وعجيبة. اي على بعد مليمترين من شباك دياغو ألفيش. شوف المتعة الكروية غريبة كيفاش ما دخلتش الكرة. لولبية كولومبية قاتلة ماردة زاحفة رائعة الكرة. راموس، توني كروس اللي كان غايب في مباراة ملعب الرياثور في مقاطعة الغاليزيا بين الريال والديبورتيفو. 6 أهداف للكرة من الجول. جول المدمر رونالدو. طائرة التورنادو تفجر دفاع الخفافيش شبار سنغال الكرة العالمية. رونالدو بالرأسية الذهبية بأعلى إمكانياته البدنية برعب الأقدام الكروية. رهيب والله رهيب، عجيب والله عجيب. كريستيانو رونالدو قلت فيك من زمان، حارت فيك كل الأشعار وعجز عن وصفك كل الشعراء. هو رونالدو قصة الكرة العالمية يكتبها يوم ميسي ويوم رونالدو، واحتار الجميع في كل يوم يأتي الإنجاز والإعجاز من أحد اللاعبين الاثنين. يا متعة هذا الجيل الكروي العالمي. جماهير الريال يعرفوا أنه اليوم انتصار أمام فرنسا وانتظار شبه معجزة من إسبانيول. كرة في الطويل وطبعا كايلور نافاس رائع في التصدي أمام إيليا كيمانجالا. ترجع الكرة رونالدو كريم رائع على الهجوم نموذجي للريال. توني كروس، رونالدو على يمينه وكريم على يساره. رونالدو اللي يوسع والركنية بتسونامي ميرينجي في هذه الأوقات الكروية. نار يا حبيبي نار. رونالدو بأقوى اختبار بالراس جابها له، بالراس حطها له. الهدف 47 بالراس لرونالدو، وتعليمات توني كروس مع مارتشيلو في البال يا حبيبي في البال. مع المنتخب الإسباني 10 أهداف. راموس 31 عام أكبر هداف في تاريخ الدوري الإسباني والكرة العالمية. وكرة رائعة خطيرة. منير الحدادي لم يكن متحركا وكيبلر بيبي مودريتش. مارتشيلو يهرب على اليسار، كريم ورونالدو وخامس يوسع والإيليا كيمانجالا. ما زالت الكرة عند السلسعة. كرة رودريغيز خامس المطالبة بضربة جزاء. مانزانو يقول لا وألف لا، والوزناني حاول الهروب وكارفاخال أمامه. جماهير الريال تطالب بضربة جزاء. أعطيني الريبلاي خلينا نتأكدوا. لا ومليون لا، ليست هنالك ضربة جزاء. بطن اللاعب. محاولة سولير المرور بسرعة رائعة. منير الحدادي إمكانية التصويب من منير
لكنه لم يكن بالسراج المنير، يعني على الطريقة الكروية أقصد، لم يعرف الطريقة المؤدية لشباك الحارس كايلور نافاس. متوهج في بوكس نادي فالنسيا. اللحظات الأخيرة في الوقت الأصلي والطبيعي مشاهدينا الكرام، الريال صحيح رويال من حيث النتيجة، لكنه غير مطمئن بالمرة. تعدي كرة من كروس، رونالدو، توني لاتو أسرع من ذلك، وفي هذه اللحظة يعلن الحكم خيزوس خيل مانزالو على نهاية الشوط الأول بأسبقية ملكية بتوقيع نجم الكرة العالمية كريستيانو رونالدو. لكم مني